السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير. من حلويات العيد اليوم بغيت نحضر معكم حلوة بسيطة غريبة كتجيب هاد المواد التالية، يعني موجودة في كل بيت. عندي هنايا تمر طحنتو بخرتو طحنتو درت عليه معلقة ديال الزبدة، هي كتبان فيه بيضة، واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة، وكطحنو كل شيء. هنايا عندي الكاوكاو او الفول السوداني، كاكاويت مطحون هكا غبره. هنا عندي البسكوي، انا كان عندي غير هذا، المهم البسكوي اللي كان عندكم كطحنوه هكا كيولي بودره. وعندي السكر، عندي السكر الثقيل، انا عندي غير السكر حبيبات طحنته على هذا الشكل. يعني كديروا الكميه اللي بغيتو، هاد الكميه انا ما عبرتهاش الكميه اللي بغيتو كديروها. ممكن ديروا كل حاجه منها 200 غرام ولا 300 غرام. هاد الغريبه ما فيهاش العبار. عندي هنا واحد الساشي ديال الفاني. نخلط هاد المواد كامله، نخلط التمر ونخلط السكر الثقيل والكاوكاو والبسكوي مطحون. بغيتو تزيدوا الكاكاو تا هو تزيدوه باش كيعطيكم داك اللون القهوي او اللون الاسود. نخلط هذا الخليط مزيان. هو بعد ما خلطته كيجي على هذا الشكل. كنضيف ديك الساشي ديال الفاني، ونضيف الخميره، خميره الحلويات 7 غرام. من بعد نخلط الخليط مزيان ونطرب هاد البيضه ما تضيفوهاش كامله، غير طربوها. هاد البيضه هي اللي غتجمع لكم الحلوه بحال الشكل ديال الماء مع العجين. هذه هي اللي غادا تجمع لكم، يعني على حسب العجين، على حسب المواد اللي درتو واش كثيره ولا قليله. المهم كطربوا بيضه وكتبقاو تضيفوا شويه بشويه هكا وتخلطوا بيديكم تتجمع لكم العجين. ممكن البيضه ديروها كامله، ممكن تشاتيكم منها. صافي كتخلطوا العجين حتى كيولي يعني عجين رخو، يكون على هذا الشكل كيتلصق في اليدين. كتدهنوا بيديكم بالزيت وكتغطيو بشي بلاستيك وتخليوها. كتدخلوا للثلاجه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، كتجبدوه تلقاو راه شد فراسو وتجمع هكا باش يمكن لينا نديرو فيه كويرات. وبعد ما فاتت 10 دقائق هانتوما كما كتشوفوا هو تجامع وتماسك، يعني ما بقاش كيف ما كان كيتلصق. عندي هنايا الجنجلان، يعني ما حمرته ما والو، غير نقيته فقط. وعندي واحد القليل من الزيت باش ندهن يديا. صافي كنديروا كويرات على هذا الشكل، كويرات صغار ولا كبار. هكا كنمرمدهم هكا في الجنجلان. صافي كتجي على هذا الشكل. وكنبقى نوضع الحبات في الطاوه، يعني فيها ورق المطبخ. غنبقى هكا تنكمل الكميه كامله. وفين ما تحسوا باليد ديالكم كتلتصق كدهنوها بالقليل من الزيت. صافي غادا نتابع تنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجين. ومن بعد ما كملتهم كيجيو على هذا الشكل. هذه هي الكميه اللي عطاتني، هذيك المواد اللي عطيتكم هذه هي الكميه اللي عطاتني. غنجيب واحد هكا شي غلاقه ولا شي حاجه كتكون على هذا الشكل، وكندير بها واحد الثقب في الوسط هكا باش نعمرو بالشوكولاط بعد ما طيب الحلوى.
غنتابع على هاد الشكل يعني كاملين غندير فيهم هاد الفتحه. دخلتهم للفرن، شعلت عليهم من الفوق ومن التحت. الا ما بغيتوش يجيوكم مشقين كتشعلوا عليهم غير من الاسفل، وكتوضعوا الطاوه ديال الحلوى في الوسط. هنايا عندي الشوكولاط الابيض ذوبته في الباماغي، وغادا نعمر به ديك الثقاب ونزينو بقطع من القرقاع او الجوز. صافي كنزينهم بهذوك القطع ديال الجوز. وندخلهم للثلاجه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق هكا باش داك الشكلاط ديالهم كيشد في راسو. صافي وكنخرجهم. هذه هي الكميه اللي عطاتني. هما بعد ما خرجتهم من الثلاجه يعني الشكلاط راه جمد وتماسك، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين بساط. وديك التعليكه ديال التمر كيجيو معلكين، يعني كتشدوا ديك الغريبه كتضغطوا عليه كتمعس معلك. هانتوما كما كتشوفوا دابا راه مازال بارد جابده من الثلاجه، مالا ما دخلتوش الثلاجه راه. وملي تبغي تحيدوه من الطاوه حيدوه بشويه، ديروا واحد السكين من الاسفل لانه راه كيكون طري الدرجه لا والطياب تقريبا ما تفوتوش ديك 10 دقائق، لان غير البيض اللي خصو يطيب فقط. اما في غير التمر البسكويت راه طيب، الكاوكاو تا هو مطحون تا هو راه محمر، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غطيبوها. ها نتوما كي كيجي يعني غريبه زوينه، حلوه زوينه، كتضغطوا عليها راه كتمعس. شفتوا معلكه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه البسيطه، واللي عجبتها كيف ما العاده ما تبخلش عليا بلايك. ديروا لايك البنات هكا باش تشجعونا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد.